السلام عليكم واهلا بكم في قناتي سويت اند صبر مع رنا، يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه ابقوا فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. النهارده باذن الله هنعمل فكره كده، عشاء فطار لانش بوكس للاطفال بالبيت كده، حاجه سهله وبسيطه وهتعجبكم قوي ومش مكلفه ولا اي حاجه خالص. بسم الله ونبتدي. بيض، دول بيضتين عملتهم كده بالاومليت بالشوكة كده، ضربتهم. عندكم لانشون، عندكم بسطرمة بديل اللانشون اللي انا كنت عاملاه. وبعد كده هنجيب العيش الشامي اللي احنا شايفينه ده، وهنضغط. اول ما نلاقي الاطراف بتاعه البيضه خلاص نشفت من الجناب، نروح حاطين العيش الشامي ده على طول، ما نستناش البيض يستوي من الناحيه التانية. هو العيش هيمسك في البيض وهو مش مستوي، هروح قلبه الناحيه التانية زي ما انتم شايفين. طبعا ده الظهر اهو، هيكون العيش تحت بيتحمص زي ما احنا شايفين كده. مش بيتحمص بيبقى ناشف، لا ما تقلقوش مش هيبقى ناشف، هو هياخد بس تجزيعه الالوان الجميله دي. بعد كده هنروح ماسكينه لفينه رول زي ما انتم شايفين كده. عايزين ناكله بالمنظر ده اوكي، مفيش اي مشكله خالص. حابين ان احنا نقطعه فاقطعوه بالورب، بيدي شكل حلو قوي، هيعجبكم بجد. مش مكلف، سهله وبسيطه، بس فكره بدل ما نقعد نغمس كده البيض بايدينا بالعيش يعني، لا اهو عملناها كده اهو، بقت ساندوتش. خلصنا عملنا الساندوتشات واحنا واقفين ولا اي حاجه. اشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.